والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف، حياكم الله في فيديو جديد. الفيديو هذا كان المفروض يتصور بعد ما الغرفة تخلص، يعني المفروض يبدأ الفيديو اجداركم خلص، لكن جلست افكر قلت لا ما ينفع، ليش ما اخذهم معاي خطوة بخطوة؟ فباخذكم معاي خطوة بخطوة لين ما تنتهي الغرفة، تمام؟ طبعا ممكن انتم لاحظتم شيء غريب في الفيديو هذا، انا في كل فيديو اصور نفسي، صح ولا لا؟ الفيديو هذا انا جايب لي مصور، والمصور هذا يعني تعاقدت معاه يعني بصعوبة، والمصور هذا جدا محترف، يعني اي فيديو تجديد اي فلوق اي شيء راح يكون هو اللي يصورني ان شاء الله. الان مبدئيا اللي بيصير راح اشيل هذه كلها لاني ما لي حاجه فيها خلاص، راح احاول اصرفها. طبعا اذا شلنا مساند هذه ستار لازم تنفك، لازم اصرفها اشوف لها حل. بعدين بنرش الفراش هذا بنغسله تحت. يسلمكم الله، ابى اجيب له الطاوله وبخلي تعال هنا وقف هنا. يوم انا احط الطاوله هنا واحط الكام واحط الاضاءات، هذا المشهد اللي راح يكون طالع. ارفع الكاميرا، راح يكون هذا المشهد راح يكون اللي واضح لكم. هنا في هذا المكان راح يكون الرف اللي يحط عليه فيجرات. اذا جبت 100,000 ان شاء الله، ادري عن 100,000 يعني راح يكون يعني ان شاء الله. يعني انا سماعه دبرت الحمد لله، عندي السماعه حقتي هذه جي بي ال هذه صوتها جدا صافي وحجمها صغير، ما هي زي السماعه اللي كنت البسها قبل العملاقه. شوف كيوت. فنقول بسم الله، والان نبدا نفك المساند، نشيلها وادق على الورشه تجي تغسل الفراش. خلاص وقف كذا الحمد لله، شلنا المساند كلها ما بقي شيء. الان بس اجيب عامل يفك ستاره، و بعد ما تنفك ستاره ان شاء الله بعدها على طول راح يفك البي سي، لاني ما راح اقدر اشيل الفراش، بدون البي سي. راح افك البي سي من هنا، وبعدها يا طول العمر بنزله تحت عند اخوي في المجلس، وبعدين راح نشيل الفراش. بعدين ان شاء الله اذا كفت الفلوس حقت الشهر هذا من حقت البويه والفراش والدنيا، بحاول اجيب اضاءات. اذا ما قدرت لقيت يعني اضاءات كويسه يعني تمشي الحال، يمكن اشتري زي هذه سيئه كانت شو اسوي. وكمان مايك ان شاء الله، هذه بحاول اجيبها الشهر هذا مع تجديد الغرفه، يعني نقول ان شاء الله. خلاص كذا خلصنا. الان نبدا مرحله ايش؟ نحدد اللون عشان خلاص نبدا الرش. ترى تسوقونها قسم بالله راح يكون 0117 او 0556، راح اقرر، لكن انا اتوقع ان هذا ان شاء الله. وندق على الورشه اللي تشيل الفراش ونقول بسم الله. حياكم الله من جديد. الجو حار، والحين انا بوجه ان شاء الله للمغسله حقت المفارشه، باخذ رقمهم عشان بعدين باذن الله يجون انزل. حياكم الله من جديد. تغديت واخذت لي غفوه خفيفه، الان الساعه 6:32 وبروح اختار اللون باذن الله، وبجيب الاغراض اللي عامل البويه يبغاها، وكمان بدور ورشه تجي وتاخذ الفراش، ورشه غسيل تجي تاخذ الفراش، ونقول بسم الله. هذا احنا عندنا اشاره، سلمكم الله، رايح اخذ البويه. اخذت الاغراض هذه الان، ولا خلوني لين اوصل البيت اجيب البويه، يصير اشرح لكم بالضبط انا وش جبت. ولله الحمد يا عيال. وصلت الحين للبيت، فكيت الستاره، اوكي، واكتشفت ان البيت محتاج اشياء ثانيه فجبتها، مراح شفط ولمبات وكذا. وجاي الحين المغسله بياخذون الفراش ان شاء الله. بعدين اذا نزلت تحت اشرح لكم انا وش جبت، ايش ما جبت. البويه واضح اني في صوت صح. يا جماعه الخير، هذه البويه اسمها وورم بلو اللي هو الازرق الدافئ، اوكي. كنت باخذ نص لمعه واخذت مطفي. ليش؟ بعدين يمكن اجيب اضاءات RGB، فاهمين علي؟ يمكن اجيب اضاءات جداريه، يمكن اجيب شيء على الجدار، فاللون راح يعكس على الجدار، راح يفجر راسي، فاهمين؟ فقلت خليني اجيب مطفي. المطفي ما راح يعكس الضوء بذيك الدرجه يعني. جبت بعد اغراض للعامل، جبت صنفره، جبت روله، جبت شطرطون، جبت فرشاه، جبت جبس، وجبت معجون. اغراض يعني خلاص ما ناقص ولا شيء.
ولله الحمد يا جماعة الخير، خلاص الغرفة فاضية تماما. غسل البلاط هذا بكرة إن شاء الله، وبيجي العامل بعد الجمعة بيرش البوية بغير اللون، ويوم الأحد بيجي الفراش إن شاء الله، ويصير أصور لكم النتيجة بإذن الله. أنا والله خلاص طفيت يا عيال، ما أنا قادر أتحمل. بنسدح الحين بشغل لي بودكاست ولا بشغل شباب البوم يا عيال، أعطيها نوم لين الساعة 4 الفجر، أقوم أصلي أفطر، شوف لي على الجدول ولا أرجع أكملها للجمعة. طيب صبحكم الله بالخير، انتهيت من الفيديو وانتهيت من الفراش، جاهزين؟ ابلع 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 ابلع. شيك 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 شيك. يا ولد يا ولد اقسم بالله يا اخي صار حي، صارت من جد غرفة جيمنج. شوف شوف الان سلمكم الله، خلصنا سلمكم الله من اللون حق الغرفة وخلصنا من الفراش، باقي الآن إيش؟ الأرفف. وأبي أجيب تعرفون يوم تجيب شعار القناة، شعار كيف أشرح؟ أبي نيون أو RGB هنا، شوف هنا باسم القناة يوسف's RGB أو نيون. إذا تعرفون محل في المدينة يسويه تكفون عنه. وطبعا الفيديو الجاي راح أصوره يعني بالإضاءات الخايسة ذي وبالمايك حقي القديم، لأن الفلوس خلصت ما قدرت أشتري مايك. ولكن عادي ترى الحياة تراها يعني الواحد زي ما تقول يتعب ويشتري بعدين، ما لازم أشتري الحين. حاليا أنا أشوف إني ما بقي لي شيء إلا المايك والكام وإضاءات وطاولة بس خلاص كذا ما بقي شيء. في طاولة يلا. طيب هذه طاولة أخذتها عشان إيش؟ عشان بعد شغلتها توي الطاولة هذه، يصير باقي شو اسمه، باقي المايك وباقي الإضاءات وخلاص يصير السيت اب كامل، ما يحتاج ولا شيء. هذا مين جاء لقيتها تحت. طيب اسمع نزلها على الصراحة. تمام طيب خلاص اشتريها. خلاص شوف انا قاعد اتابع. يلا صار طيب سرعه وحقني بقى وجهها في مكان. طيب ابشر. في نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك، اشتراك